دلوقتي بقى الحشوه اللي هنحطها في المندو اللي هستعملها النهارده ان شاء الله دي الحشوه التقليديه بتاعتي، لكن طبعا في حشوات كتير وفي انواع كتير. هنستعمل القديم النهارده، هنستعمل 3 حبات كوسه، ممكن ان احنا نبدلهم مثلا بكوبايتين كرنب مفروم لو بنحبش الكوسه، واحده جزر، 3 بصل، قطعه فلفل حار اختياري، ده 250 جرام، ربع كيلو لحمه مفرومه. لكن ممكن نبدل اللحمه المفرومه اللي احنا عايزين نخليها تبقى نباتي، نحط مكانها مثلا مشروم وجبنه التوفو، نعصرها ونحطها ويبقى عملنا البروتين بس نباتي. فلفل اسود وملح، وهنحتاج توم طبعا، وهنحتاج بصل اخضر، وممكن برضو ده البصل الاخضر ده اختياري، ممكن نحطه او ما نحطوش. برضو عشان اسهل الموضوع هستعمل المحضر الطعام عشان يسهل لي عمل المندو. هنخلص بس من القطعه الخارجيه. الكوسه دي طبعا مغسوله. الكوسه من الخضروات المظلومه يا عيني، مع انها يعني من الخضروات الغنيه جدا بالخضار، وصدقوني لو كلتوها مع الاكل الكوري مش هتحسوا خالص ان في مشكله في طعم الكوسه. انا بس ان انا بقطعها عشان اسهل ان انا انها تخف في الخلاط. كده مش عايزاها تخينه قوي. برضو الجزر نقشره. اللي مش بيحبش يستعمل المحضر الطعام او مش متوفر مثلا، ممكن ان احنا نبشر كله بالمبشره، بس هو بصراحه يعني بيحل مشكله المندو. برضو نفس حجم الكوسه. طبعا زي ما احنا شايفين طبق غني جدا بالخضروات، عادة الطعام الكوري بيخلينا ناكل خضار بس بطعم جديد. برضو البصل، البصل برضو في نفس الطريقة عشان مياخدش وقت. التوم يعني حوالي 15 فص توم، كمية توم حلوة، كل ما نزود التوم في المندو كل ما يديني ريحة. انا بحب اضيف قطعة فلفل زي كده، مش هتخليه سبايسي، مش هتخليه حراق، بس بتنكه، لكن ده اختياري طبعا، ممكن ما نحطهاش. برضو التوم هنا، التوم كمية حلوة من التوم، ونحط اللحمة ونقطع بقى البصل الاخضر بقى. نحط بقى البصل الاخضر، قلت البصل الاخضر اختياري. كده عملنا الكوسه والجزر والبصل والثوم، اللحمه والبصل الاخضر. هنضيف بيضه لكن اختياري، مثلا لو مش عايز اضيف البيض مفيش مشكله. نكسرها بره الاول. تمام، نحطها ونحط معلقه صغيره نشا، عشان معلقه النشا دي بتمتص الميه اللي بتطلع من الخضروات، ما تخليهاش تخلي العجينه تبقى طريه. مفيش اكتر من الملح والفلفل الاسود اللي هنضيفه المره دي بقى، مفيش ولا صويا صوص ولا زيت سمسم ولا الكلام ده. معلقه صغيره ملح، ونخلط بقى كل المكونات دي مع بعض. كده بقى دلوقتي هنجيب العجينه، طبعا عشان احنا لسه عاملينها فيها كميه نشا كبيره، والاول بنحط ايدنا في ميه، دي ميه مفيهاش اي حاجه، نبل الحرف علشان
يشيل مفعول النشا ان هو بيمنع ان العجينه تلزق في بعضها. ناخد معلقه حشو نقفلها زي ما بنطبق القطايف كده عندنا. وبمناسبه القطايف الطبق ده بقى حلو جدا في السحور في رمضان لانه بيتحط في الفريزر. بقى نطلعه ونادي نبل برضو ايدنا كده، نبتدي نطبق كده. بقى عندي مندو تاني. نخلص من النشا الزايد في العجينه. معلقه حشو لو حاسين في مكان لسه فيه نشا على طول نستعمل الميه عشان نتاكد انها اتقفلت كويس جدا. يعني نبتدي نطبق تاني. كنا عملنا يعني مجموعه من فطيرات المندو. فضل معايا شويه حشو دول ان شاء الله هعملهم مندو كوك او شوربه المندو. هنعرف نعملها ازاي مع بعض ان شاء الله. بالنسبه بقى للمندو في طريقتين. الثانيه الاولى اللي هي تحمير هنشوف مع بعض بنعملها ازاي، والثانيه الستيم اللي هو الطريقه التقليديه الاصليه اللي هم كانوا بيسووها على البخار. وهنشوف برضه ان شاء الله برضه الطريقتين بيتعملوا ازاي. هنجيب طاسه حوالي معلقتين زيت. تعتبر دي اقدر اقول لكم انها يعني تعتبر الطريقه الصيني في تسويه المندو، يعني الطريقه الاصليه الكوريه اللي هي ستيم بس. وبعدين لما بيعوزوا يحمروه بيحمروه بعد ما يبقى ستيم، لكن دي الطريقه السريعه والسهله او الطريقه الصينيه في تسويتها. نرصهم بقى كده في الطاسه. بقى اتحمرت كده بس شويه على الجنب. نبتدي نقلبهم. تتحمر شويه. بعدين نص كوبايه ميه صغيره كده. نخلي بالنا طبعا عشان الزيت سخن واحنا بنحطه. ونغطيها ونسيبها لما تشرب الميه وترجع تتحمر تاني ويكون كل الحشو اللي جواها استوى. شكلها كده هتلاحظين نفشوا وكبروا. نطلعهم بقى. دي المحمره وزي ما احنا شفنا مش تحمير غزير، هي مجرد بس اتحمرت في معلقتين زيت. لو الطريقه التانيه بقى عايزين نعمله ستيم، المصفى بتاعتي دي نظامها ان انا احط شويه ميه صغيرين في الحله. ممكن احط المصفى زي كده ومباشره ارص فيها حبات المندو على قد ما تاخد. ممكن نعملهم بقى على دفعات زي ما احنا عايزين كده مثلا. وبعدين ربطت الغطا بتاع الحله بفوطه علشان تمتص البخار اللي طالع عشان هو ما يعرقش وهو جوه. برضو ممكن ان احنا عشان طريقه تانية ان احنا نسقطهم على طول في ميه بتغلي زي ما بنسقط المكرونه. لو احنا صعب علينا ان احنا نعمل ستيم نسلقهم زي المكرونه بالظبط. قرب كده لما الاقي اتنفخت كده وبدات تبان يعني زي فقاقيع كده على الوش كده خفيفه يبقى كده استوت. اطلعها. ده الستيم. نحطهم كده في اكياس على قد وجبه كل مره. ممكن احنا كده نشيله في الفريزر في اي وقت نطلعه ونحتاج نعمله ستيم زي ما احنا عايزين. وكمان برضو ممكن برضو ان احنا نعمله ستيم زي ده ونشيله في الفريزر نطلعه ونحمره كده بشويه زيت يبقى جاهز. كده عملنا المندو الكوري. ده الصوص بتاعه معلقه خل، معلقه صويا صوص، معلقه ميه، وشو البصل الاخضر بقى حطينا فيه. ممكن ناخد مثلا زي كده بنغمسها في الصوص. الثوم
الكوسه الخضار، طعمه جميل جدا. يا رب يعجبكم وتعملوه. انا غاده ياسين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.